بعد ما الشركه الوطنيه للسكك الحديد التونسي عقدت مارشي مع شركه المانيه دارمان، خذات ماتريال المانيا اهدت كادو للرئاسه. كان قبل كي يعملوا مارشي تاع ترينوات برشا تهدي لهم كادو، كان هذايا هديه من المانيا للرئاسه، وكان وقتها الحبيب بورقيبه هو الرئيس. القطار الرئاسي هذا قعد على ذمه الداخليه، موجود في ورشات سيدي فتح الله تابع الشركه الوطنيه للسكك الحديد التونسي. سافر فيه الحبيب بورقيبه عام 1970 هو وسيله والوزراء نتاعو والحاشيه. من بعد 73 سافر فيه محمد المزالي والعقيد القذافي، وقعد القطار هذايا على ذمه الشركه وزاره الداخليه، ما يطلع له حد، ما يمسوا حد، ما يخرجوا حتى حد، كان اذن وزاره الداخليه. كي يجيو مثلا باش يقع الصيانه فيه يجيو جماعه الداخليه ياخذوا عليه بعدش يسكروا. القطار هذايا فيه زوز عربات، العربه الاولى الرئاسيه اللي هي تتكون اللي نحن فيه تويك، هذا مكتب رئاسي كما قاعدين نشوفوا فيه بالمحكم. المكتب الرئاسي الاساس نتاعو من جملتهم فيه الرو نتاعو باش ينجم يكلم الناس اللي في وسط القطار وخارج القطار، عنده ابواق خارج ينجم يكلم الشعب من غاديك. القطار هذا فيه بالطبيعه يحتوي على بوست راديو كما تشوفوا فيه قديم، قبل عاودوا له الصيانه نتاعو في ورشه سيدي فتح الله. فيه ايضا زاد المناشف نتاع بورقيبه القدام، فيه البارفان نتاعو القديمه، فيه مانيتوفون نتاع التسجيل موجوده في وسطه. زيد بعد الكومبارتيمون هذا تلقى الكومبارتيمون الاخرى الصالون هي عباره على صالون يقعدوا فيها، وفي الليل كل كوشات كليك كلاك الموديل الجديد اللي خارج طويله عنده لي كوات نتاعو ويولي كوشات. من بعد الكومبارتيمون اللي من غاديكا هو عباره على بيفات، البيفات من بعد تلقى العربه الثانيه فيها الريستورون اللي بتتكون من الكوجينه، فيها الفريغو، فيها الفور، فيها الميكرووند، فيها معناها كل ما تحق للطبخ. مكان جلوس معناها قاعة الريستورون تاع يفتحوا فيها هذه العربه تاع الشحتوي ولا